تشوفوا جمال الشعر تابعوني بقى عشان تشوفوا الطريقة كاملة في الفيديو. ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ النهاردة معانا الشعر ده انا لسه منزله فيديو من نص ساعة بالظبط، وانا بصبغه وانا بعمل الخصل دي وبعمل الهايلايت ده. احنا معانا الشعر زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي هطبق عليه المادة. الشعر ده جالي انا اول ما شفت الشعرية حسيت ان هي الشعرية فيها زيوت ومش نظيفة، فحبيت ان انا اغسل الشعرية بايدي. غسلتها بشامبو كلارافينج، هو مخصوص للمعالجات. غسلت بيه قبل ما ابتدي احط المادة لاني قلقت من شكل الشعرية، حسيت ان فيها زيوت مع ان عاملة الصبغة بقالها حوالي اكتر من 10 ايام اسبوعين. هي عروسة عندي زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، فانا جايباها قبل المعالجة بحوالي اسبوعين او 3. عملت لها الصبغة ودلوقتي هعمل لها المعالجة. انا بوزع المادة زي ما انتم شايفين. انا يا بنات بصوا اللي حصل معايا ان انا بعد ما عملت نص الشعر حسيت ان المادة اللي انا بحطها عايزة تتغير. ليه؟ لان الشعر من تحت تقريبا كان شارب، يعني ممكن تكون الشعرية من تحت محمية قوي، يعني مش تعبانة زي النص اللي فوق. فانتوا لو تلاحظوا انا دلوقتي بشتغل بمادة لونها ابيض. هي المادة خفيفة على الشعر وكلها فيتامينات وكويسة يعني للشعر جدا. ابتديت انا بقى في النص اللي فوق. انا غيرت المادة خالص، حطيت مادة زرقاء. المادة الزرقاء دي معالجة يعني زيادة عن اللزوم. حسيت ان انا محتاجة ان انا اعالج الشعرية قوي من النص اللي فوق تقريبا من هنا كده. انا غيرت المادة على طول من هنا، لا يا ربي، من الشوية اللي هيجوا بعد كده. ده كان اخر الشعر من اللي في ايدي من المادة اللي انا كنت بستخدمها. يا بنات انا مش بحب اقول المواد على اليوتيوب وكده. لو اي حد عايز يعرف مني اي مواد، يا انا عندي صفحة على الفيسبوك اسمها نوسة جمال، عندي انستا اسمها نوسة جمال برضو. اول ما هتبحثوا هتلاقوني على طول. اي حد عايز يسأل على اي حاجة ممكن يسألني على الخاص، انا جاهزة للرد في اي وقت. حتى لو شفت الرسالة بعدها او عندي شغل او مشغولة هرجع هرد عليكي وهقولك على اللي انت عايزاه كله، وهقولك على الموزع اللي انا بجيب منه، هقولك على انواع المواد ده، هقولك تعملي ايه بالظبط. لو سألتني في اي حاجة هرد عليكي. انا هنا يا بنات بحط المادة الزرقاء دي. حسيت ان هي العميلة محتاجة نتعامل مع الشعر، نص الشعر من تحت غير نص الشعر من فوق. بس طبعا الخلط نفسه انك تحط مادة على مادة ده اكبر غلط. يعني دايما خليكي مستخدمة مادة واحدة بس، لكن ما تخلطيش على بعضه. لا، انا بتكلم مثلا على البروتين او البروتين بس عامة، يعني او مثلا لو انت جايبة فيلر لوحده ما ينفعش تحطي عليه حاجة. لا، ممكن لو انت مثلا. وبعدين يا بنات في حاجة كمان انا عايزة اقولها لكم. في فيلر سخن يعني بيتعمل على السخن، وفي فيلر بيتعمل على البارد. الفيلر اللي على السخن ده اللي احنا بنطبقه زي البروتين عادي بنكوي عليه وكده. في فيلر على البارد بقى اللي هو اللي احنا بنحطه معالج بس، بنسيبه على الشعر حوالي 3 ساعات وبعدين بنغسله وبعدين بنشفه عادي والعميلة بتروح عادي بس ده بيضيع الهشام، بيخلي الشعرية تبقى قوية، الكلام ده كله. لكن الفيلر السخن اللي هو بيفرق. انا حطيت المادة على شعر العميلة وسبت العميلة ساعة ونص لان الشعر ده مسحوب لونه، فمتقبل معايا المادة بسرعة. وغسلت لها شطفت لها شعرها. انا ما بكوش على المادة وانتوا عارفين. شطفنا الشعر، وبعد ما شطفنا الشعر نشفناه 100%. بصوا يا بنات، هو مجرد ما المادة اتحطت عليه هو الشعر هدى اصلا، لان شامبو الكلارافينج بيسحب كل الزيوت اللي في الشعر كله كله كله، خلي الشعرية نضيفة تماما. بصوا الخصل بقى باينة من تحت ازاي. بصوا انا بتعامل مع الشعرية ازاي. انا بكوي بالراحة جدا. انتوا اكيد اتعودتوا على طريقتي وكده في المكوى وكده، بس انا حبيت ان انا امشيلكوا الحتة دي بالراحة عشان تشوفوا انا باكو ازاي وبتعامل مع الشعرية بالراحة ازاي. طبعا انا بقص حتت كده لان بيبقى فيه حد داخل حد طالع ناس باينة في الكاميرا وما ينفعش ان انا ابينه. بصوا انا باكوش
بعمل في الشعرايه زي ايه، يعني بتعامل مع الشعرايه بالراحه. حبيت ان انا اوريكم الحته دي بالذات، ان انا بتعامل مع الشعرايه ازاي. بالنسبه للابخره بقى، بصوا، هي اول كبسه بت... في بخار، وتاني كبسه ما تلاقيش على طول. ليه؟ الماده كويسه، ما بتأذيش الشعرايه. بص الشعرايه بتتكلم عن نفسها، لمعة المادة كمان مش طبيعية، يعني انتوا شايفين المادة جميلة يا بنات. المادة للشعر ده، الشعر ده احنا مخصلينه عاملين فيه هايلايت. فالهايلايت بتبقى شعراية فاتحة وشعراية غامقة، فلازم تكون المادة اللي بتستخدميها تنفع للشعر هو كده، والشعر وهو كده. يعني للشعر اللي هو الضعيف قوي، وللشعر اللي هو مثلا متوسط. لان انا سحبت لون الشعرايه وخصل الاول، وسحبت اللون كله تاني، حطيت صبغه سحبت اللون كله تاني. فانا عايزاكم تاخدوا بالكم من النقطه دي قوي. انا بتعامل مع الشعرايه بالراحه جدا، زي ما انتوا شايفين البيبي ليس وانت شغاله بيها بالراحه. تعاملي مع الشعرايه بالراحه جدا جدا جدا. اهم حاجه في الفرد انك تتعاملي مع الشعرايه بالراحه. والله العظيم يا بنات، الشعر ده وانا بكويه منزلش ولا شعرايه على الارض، ولا شعرايه، علشان انا بتعامل مع الشعر بشويش بالراحه. شايفين الشعرايه بتلمع ازاي في المكوى؟ انت بتكوي على شعر يعتبر كأنك بتكوي مادة عادية. بصوا البخار بيطلع أول سحبة وتاني سحبة، طبيعي إن دي مادة زيادة فبتطلع، خلاص ما بتلاقيش بخار تاني. لكن في ناس تانية بتلاقي المحل مليان بخار. الشعرية دي دهنية جدا، زيتية. فأنا غسلتها بإيدي أول ما جت العميلة من عندي، مع إنها بقالها 10 أيام يعني بتغسل كل يوم، بس أنا غسلت لها. بصوا اللون، هو اللون لطع معايا زي ما قلت لكم، لأن مكان الرابطة كان مليان زيوت. حتى تلاقوا فيه خصلة فاتحة وخصلة لأ. المفروض الخصلة اللي هي النص اللي فوق ده، الحتة اللي فيها فتحة قوي دي، كانت تنزل المفروض لحد الآخر بنفس اللون. لكن عشان الشعرايه دي كانت مليانه زيوت وانا بسبخها، وما كانتش العميله غاسله، فطلعت معايا حته وحته، حته فاتحه وحته غامقه. انا مسرعه التصوير. انا كنت عامله الفيديو ده ساعه، قصيت منه كل ده، وحاولت ان انا اقلل الفيديو على قد ما اقدر، عشان تشوفوا برضو طريقتي وانا بتعامل بالراحه ازاي. انا مقلله درجه حراره المكوى برضو، مش معليها قوي، عشان الشعرايه مصبوغه مسحوب لونها يعني. فخدوا بالكم من الحاجات دي يا بنات. بالنسبه بقى لان احنا مثلا في عروسه عندنا جايه عايزه تصبغ زي ما هي عايزه تعمل كده، وعايزه تعمل معالجه للشعر. انا جبتها الاول، عملت لها سحب اللون. تمام. انتي بتخلي العميله تروح بعد سحب اللون. والله يا حبيبتي اعملي، اغسلي شعرك كل يوم بالشامبو كذا، شامبو جونسون او كلير للرجال الازرق. وفي بعض الناس بتقول لي اغسلوا ببريل، بس انا يعني مش بحب العميله تغسل ببريل ده خالص. واغسلي يا حبيبتي شعرك بكذا وتعالي اعملي المعالجه. تمام. انتي بقى ممكن جدا بعد ما تخلصي العميله يعجبها شعرها كده بعد ما تعملي المعالجه، بس انت ساحبه اللون الاول، وبعدين تروح، وبعدين تيجي تعملي المعالجه. عجبها لون شعرها على كده، عجبها. ما عجبهاش وعايزه تعمل صبغه معينه، انت كده خلاص سحبتي لون، مفيش ضرر على الماده. هتستخدمي صبغه بدون امونيا، وهتحطيها للصبغه. الصبغه بس مش سحب، صبغه مش بودره تفتيح واكسجين، لا، صبغه. صبغه بقى بانواعها. وفي لوريال حلوه قوي بدون امونيا. هنعمل المعالجه، وهنغسل الشعر وهننشف الشعر. لو قدامك مجال ان انت تروحي العميله وتريحي شعرها يومين 3، مفيش مشكله. لو مثلا العميله خلاص عايزه النهارده وكده، فانت بتغسلي شعرها وبتنشفيه، وبعدين بتعجني الصبغه وتحطيها على شعرها، هيطلع معاكي اللون اللي انت عايزاه. ده في حاله لو العميله عايزه كله في يوم واحد. بس انا كمان يعني انا واحده من الناس بحب ان اريح الشعر بين الصبغه والفرد والصبغه الاخيره. انا بحب اريح الشعر، لان انا هنا في البلد، هنا انا في قريه يا بنات. فالبنات بتجيلي، يعني لو واحده عايزه تعمل شعرها بتجيلي تحجز قبلها، فبقول لها على التعليمات كلها، وبناخد الشعر على كذا مرحله. لو واحده مستعجله طبعا في مواد بعمل بيها يعني. لو واحده عايزه كده في مواد بتنفع لكده برضه. عايزه اقول لكم يا بنات ان اهم حاجه بعد الفرد ان العميله تفرد شعرها 10 ايام متواصله. طبعا على ما تغسل شعرها مرتين و3، فالشعرية ما تطبقش
ما تطبعش الرابطه اللي انت بتربطيها بعد كده. انا كل فيديوهاتي بقول فيها كده يا بنات، ان انتوا تاخدوا بالكم من النقطه دي وتفهمي العميله، لان ممكن العميله ما تكونش فاهمه، ممكن تروح تربط شعرها يومها او تحط العضادات، عارفينها انتوا العضادات، فالعضادات بتدمر الشعر يعني. لا، يفضل ان لو العميله مثلا بعد ال10 ايام تحط توكة وتلم شعرها وتسيبه مفروض ورا، ولو في امكانيه ان هي تسيبه مفروض على طول ده يبقى تمام التمام، يعني ده مش هيخسر خالص ان هي تسيبه مفروض، ده احلى حاجه في الدنيا. بصوا اللمعه اللي في الشعريه وانا بكوي، وانا بكوي يعني الشعريه حلوه وطريه وجميله ومش مش تعبانه، مش مجهده، مش مقصفه من المكوى. يعني ناس، يعني في ناس بتقول مثلا، ممكن واحد تخش تقول لي لا ده الشعريه محروقه. الشعريه مش محروقه يا بنات، الشعريه محروقه، لو محروقه كان زمانها دلوقتي قدامكم كده، مش نازله كده من فوق، كان زمانها تبقى مقصفه. هو اللون بس يعني يمكن ما ظبطش معايا قوي، بس هو في النهايه شكله تحفه، شكله جميل وعجب العامله جدا. وتعاملوا مع الشعر بالراحه يا بنات، انا اهم شيء في الفرد انك تتعاملي مع الشعر بالراحه، والنتيجه في الاخر هتعجبك، والعميله هترجع لك مره واتنين وتلاته. انا مش بقدر اوصل المعلومه كامله، ومش عارفه اعمل لكم لايف، لان اليوتيوب لسه ما ادانيش صلاحيه ان انا اعمل لكم لايف. انا نفسي والله اتكلم معاكم، نفسي اطلع معاكم لايف كده واتكلم معاكم، وتبقى اسئلتكم وتسالوني وارد عليكم على طول، واي واحده تسالني على اي حاجه هرد عليها على طول. لا، انا عايزه تعرف اي حاجه بالنسبه للشغل وكده هعرفها، بس انا لسه الميزه دي لسه ما حققتهاش يعني على اليوتيوب. وبالنسبه يا بنات كمان للون، انا يعني تليفوني بيغير الالوان كتير، يعني بيظلم الشغل كتير. عايزه كل اللي يشوف فيديوهاتي يعمل لي لايك واشتراك كده يا بنات، وتدعموني كده، لان انا محتاجه فعلا دعمكم. انا غسلت شعر العميله، لا لسه هنا ما غسلتش. بصوا، لا ده بعد خلاص ما خلصت كوي خالص الشعر اهي، بعد ما خلصت تماما لسه ما غسلتش. كده بسيب العميله ربع ساعه 10 دقايق شعرها يبرد، وبعدين باخدها بغسل لها بميه بارده، ميه بارده والشامبو بس. هي شعرها ناشفه دلوقتي من الماده، بس بعد ما نغسل هتبقى تحفه. اهي النتيجه يا بنات، ده بعد الغسيل، خلاص بعد الغسيل اهو. بصوا ما شاء الله الشعريه طريه وبتلمع وجميله، ما فيهاش اي مشكله. بصوا اللهم بارك، حلوه جدا، عجبتها جدا. بصوا تحفه يعني، ما شاء الله، تتهنى بيه. بصوا الخصل من تحت، حبيت اوريكم. شعرها طريه وجميله جميله. انت كده شغاله صح، انت كده شغاله صح، لو عملت الخطوات دي مفيش اي ضرر على الشعرايه. ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يبارك لها فيه. وده شكل الشعر النهائي يا بنات، ويا رب يعجبكم. عايزاكم تدعموني بلايك واشتراك في القناه، تفعلوا زر الجرس، ويا رب ما كنتش طولت عليكم وما كنتش ضايقتكم والفيديو يعجبكم. دمتم بخير يا بنات، مع الف سلامه.